أصعب المواقف اللي هتمر على الإنسان هي لحظة وفاته. سيدنا محمد في يوم من الأيام كان قاعد مع الصحابة وحكى لهم هيحصل إيه للإنسان الصالح في لحظة موته. الإنسان الصالح اللي هو كانت أعماله كويسة في الدنيا، اللي كان بيخاف ربنا وكان عامل حسابه لليوم ده. قال لهم إن الإنسان الصالح قبل ما يموت هينزل عليه ملائكة الرحمة، والملائكة دول شكلهم جميل وريحتهم أحلى، ده غير إن هما بيكونوا جايبين معاهم كفن من الجنة للإنسان ده. وأول ما بينزلوا عليه بيقولوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، وعلى طول بتخرج الروح من الإنسان الصالح، وبعدها ياخدوا روحه ويطلعوا بيها للسماء. وطول الطريق بقى يفضلوا يبشروه بالجنة ويطمنوه، وحتى الملائكة اللي في السماء هيسألوا ويقولوا مين ده، فهيقولوا ده روح فلان، فملائكة السماء هيرحبوا بيه ويقولوا مرحبا بالنفس الطيبة. أما لو الشخص ده مش صالح وكان غرقان في المعاصي والذنوب في الدنيا، فده هينزل عليه نوع ملائكة مختلف تماما، وأول ما ينزلوا عليه هيقولوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، ونفس الكلام هياخدوا روحه ويطلعوا بيها للسماء. وأول ما يوصلوا عند الملائكة اللي في السماء هيسألوهم برضو روح مين ده، هيقولوا لهم روح فلان، مش هيرحبوا بيه وهيقولوا لا مرحبا بالنفس الخبيثة، مش هيفتحوا له ابواب السماء وهينزلوه للقبر يتحبس هناك لحد يوم القيامه. بعد ما احنا عرفنا باللي بيحصل، دايما لازم نكون واعيين باللي بنعمله، ولازم نكون عاملين 100 حساب لليوم ده، علشان لما يجي دورنا ما نلاقيش نفسنا من الناس اللي مش هيترحب بيهم في السماء. صلي على سيدنا محمد. لو جيت تفكر فيها كده هتلاقي ان مشكلتنا اكبر من مشكله ابليس نفسه، لان ابليس مرضاش يسجد لسيدنا ادم لما ربنا امره. احنا في ناس مننا دلوقتي مش راضيين يسجدوا لربنا اصلا. شايف الفرق عامل ازاي؟ ليه يكون في شخص مش عاوز يقف قدام ربنا؟ ما هو الواحد اول ما بيقول الله اكبر ويصلي كده خلاص هو واقف قدام ربنا، وقدامه فرص كتير بقى يدعي ويفضفض ويطلب كل اللي هو عاوزه. فلما الشخص يرفض او يكسل انه يقوم يصلي، ملهاش غير معنى واحد بس، انه مش عاوز يقابل ربنا ولا عايز يحكي له ولا عايز يتكلم معاه. بس ازاي؟ ما هو برضه لو فكرنا فيها، شوف كام مره دعينا ان ربنا يخرجنا من مشكله وفعلا خرجنا، او كام مره طلبنا من ربنا حاجه معينه في الدنيا وحصلت. دعينا ربنا قد ايه يسترها معانا في حاجه معينه وفعلا سترها. ده غير طبعا كل النعم اللي هو مديها لنا. لما يكون الشخص ما عندوش مشاكل في جسمه وعنده صحه وقادر يتحرك وياكل، كل دي نعم على فكره، بس عشان احنا اعتدنا وجودها، يعني اتعودنا على وجودها، فحسيناها ان هي حاجه عاديه وفي كل الناس. لكن كل دي نعم من عند ربنا. يعني مثلا نعمه البصر دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا. ما ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي كان قادر ان هو ياخد مننا النعمه دي، وان احنا نتولد ما نشوفش او يحصل حاجه في الدنيا وتخلينا ما نشوفش، هنقول له ايه بقى؟ يا رب عاوزين عينينا تاني؟ ما هي مش عينينا، دي نعمه من عند ربنا. فاحنا واخدين نعم قد كده، وربنا بيكون موجود في كل وقت بنحتاجه فيه، وما بنقولش شكرا حتى، يعني ولا بنصلي ولا بنشكر. لما الشخص يكون بعيد عن الصلاه دايما هتلاقي حياته متكركبه، كل حاجه مش نافعه وكل حاجه ماشيه غلط، والشخص نفسه بيكون زعلان ومكتئب من جوه وما بيكونش عارف ايه هو السبب. فلما الشخص ياخر الصلاه، ده ممكن يكون سبب ان ربنا ياخر عليه حاجات كتيره قوي حلوه، لان ربنا بيكون عاوز يفتح للبني ادم ابواب كتير حلوه جدا، بس مستنيه هو ياخد الخطوه الاولى. واول ما الشخص ده يبدا يواظب على الصلاه فتره، حياته من ساعتها هتبدا تترتب من كل ناحيه.